Learn Photoshop, Illustrator and After Effects with السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد شوقي. النهاردة هنعمل درس رابع أو خامس درس لينا. هنعمل الدمج، ازاي تدمج صور مع بعض، ان انت تعملهم صور زي ما انت شايف في الصورة دي كده اهو. كل حاجة فيها كل حاجة بتجيبها بالتفصيل وانت بتجمعها مع بعض وتظبط الإضاءة وتسويها ببعض ازاي. كده هنتعلمه في الدرس النهاردة ان شاء الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. انا محضر الصور تمام، جيت دخلت على جوجل ومحضر الحاجات. جيت بالراجل اللي بيبص فوق ده جايب يعني كده بقى انت بتجمع الحاجات اللي انت عايزها. بعد كده تجيب ايه، تيجي عند الفوتوشوب تاني فين، ايوه تمام. نعمل نيو، شوف الابعاد اللي تناسبك. مثلا انا مناسبني فرضا يعني 1000 انا كنت عاملها 1000 في 1000. مش مهم اللي انت عايزه، تعمل اللي انت عايزه، مهم ان انت تظبط بس الصورة في الاخر تمام. بتجيب بقى انت مثلا، انا جايب الارض دي كاتب راف جراوند، او تكتب جراوند على الجوجل هجيب لك كل حاجه تمام. وجبت الراجل ده، هو انا قصيته الصراحه وظبطته. هو كان في الاصل، لحظه كده نرجع في الاخر. طبعا مش هينفع، هو بعد التظبيط يعني. هو كان في الاول اعمل كده اهو. هو اني واحد، لحظه اهو. هو ده زي ما انت شايف كده. انا هوريكم ظبطتها ازاي في الاخر. بس عشان احطها تاني واظبطها ويبقى محتفظ لسه بالاصل في التاني، مالكمش دعوه باللي انا بعمله ده. تمام اهو. بعمل لاير جديد تمام. اول حاجه بعملها بشيل الباك جراوند دي اللي هي البيضه. لحظه افك اللاير عشان ايه يبقى تمام. طبعا بيبقى في حاجات كده انت شايفها سيبها في الاخر، خلينا في الحاجات اللي في جسمه هو. تعمل لاير جديد وبتعمل الت، تضغط الت لحد ما يظهر لك البتاعه دي عشان يبقى نعمل حاجه اسمها كليبنج ماسك. كليبنج ماسك ده هيخلي ان الحاجه متطلعش بره الجسم ده تمام. يعني مثلا اجي الون، بص متطلعش بره، متطلعش بره هنا، تبقى جوه تمام. هستخدم حاجه اسمها هيلينج تول. التول دي يعني خليك بس متاكد ان هي اسمها كوانتيتي اتير اوير وسيمبل اول لايرز تمام. شوف الحجم اللي انت عايزه. بتشتغل في اللاير الجديد اهو. تعمل كده، هي هيلينج بتصلح يعني. فانت ايه يبقى الشغل كروك شويه، بس احنا مش عايزين الحاجات دي كلها تبقى ظاهره، اللوجوهات والحاجات دي. طبعا استفدت بالتول ديت في انك تصلح حاجه، مش انك تسرق حاجه مثلا. يعني ايه دي تعتبر سرقه بس قشطه ماشي اهو. زي ما انت شايف اهو، شغل كروكي، بس احنا مش عايزين ايه. ان الصور دي بتبقى عباره عن فيكتورات بتتباع، فاحنا مش هنبيعها يعني. نجيب الجمس عشان الحتت دي ترجع عنده هنا عادي، مش مهمة الحتة اللي تحت اللي بتروح دي. اضمن بس ان اللي هي تكون البراش دي تمام. انت لو عايز بقى ايه، اول حاجة بس تعمل الدمج بينهم هما الاتنين. عايز تشوف طبعا في حاجات احنا فوتناها، هنعمل لار تحتيه ونعمله بالاسود زي ما انت شايف الحاجات دي. نمسحها، نعلي اكبر. ايه ده يا نهار اسود. ايوه كده. اللون الاسود بيكشف لنا الحاجات البيضة اللي احنا سبناها.
مش لازم يعني بالظبط قوي، المهم ان احنا هنكون عملنا كده بس. تمام، احنا كده عملنا الراجل ده، مش عايزينه دلوقتي. بص هي هتكون كده في الاخر. هنزين الارض الاول. تمام، الارض ممكن تعملها الخط ده، احنا مش عايزين السما دي. ممكن نعمل سيلكت بالبين تول، او ممكن تعملها بسرعه بالكويك سيلكشن اهو، زي ما انت شايف كده. نعمل ديليت زي ما احنا مش عايزين الحواف اللي في الاخر دي قوي يعني، فاحنا ايه نحاول احنا نظبطها، مش مهم كده يعني كل ده اهو. تمام، نيجي في الانتايتلد بتاعنا، نجيب ده كده. تمام، نظبط الجراوند دي في سكاي اللي احنا جايبينه ديت. طبعا هي كبيرة، فاحنا عايزين الحتة اللي فوق ناخدها كنترول اكس عشان ناخدها قط من هنا. تمام، ونحطها هنا زي ما انت شايف كده اهو. نحط اللاير ده تحت اللاير ده، كنترول وتي عشان نظبط الحجم. تمام، تاني حاجة عايزين نربط الإضاءة بالاتنين، يعني احنا عايزين نخليها كلها ليلية. نعمل لاير جديد ونخليه اسود او كحلي، الافضل الاسود. بنلعب في الامواد، طبعا هو مفيش مود محدد بيتحفظ، فانت تلعب لحد ما تشوف التصوير تنقص، يعني في تناسق بين الاتنين. تنزل واحدة واحدة، خليها في ده، تحس ان الاتنين تناسقوا مع بعض. تمام، ونشتغل تحت اللاير ده عشان احنا هيبقى عايزين كله تحت الاضاءة دي. هنجيب البتاع دوت، ما كانش كده طبعا، هو كان كده بس انا عملت له سيلكت. تمام، ناخده اهو، ظبطه كده، كبره. انت طبعا الفكرة بتيجي في دماغه، الدمج ده مش عايز فكرة بس. كنت بتفرج على فيلم في الفضائيين الصراحة، فجاء معايا الموضوع ده. ماشي، ونجيب الراجل بتاع ده اهو، نعمل له بارج. مش عايزين ده، احنا عايزين بتاعنا احنا الاساسي. تمسح الحاجات اللي فيه دي. ماشي، تعمل ارتجنال علشان يبقى بالشكل ده. صغره لحد ما تحس ان الحجم طبيعي، ان الاحجام هي اهم حاجة. ممكن تخليه كبير يبقى اكبر من البتاع ده ذات نفسه، فما ينفعش. ظبط الحجم نوعا ما. تمام، اهم حاجة في الدمج لو انت حاطط شخص او اي حاجة وفي ضوء في الموضوع، الظل ده هو اللي هيبين لك اذا كان، يعني انت بفوتوشوب ماشي، بس بيبقى الحاجة لازم تكون واقعية شوية. فعشان نعمل احنا الظل بتاع الراجل ده، بنعمل نسخة منه. تضغط الت، هو في 3 تعمل طرق. ممكن تضغط الت لحد ما يظهر لك الماوسين اللي جنب بعض وتسحبه كده اهو. طريقة تانية ممكن تعمل دبل كيت. طريقة تالتة ممكن تعمل سيلكت كنترول وكده، ما علينا، خلينا في طريقتنا الت وخدناه. طبعا الظل بيبقى على الارض، فاحنا لسه بس هنظبط حاجة، بيبقى تحتيه هو دايما. تمام، احنا اخدين 2 كوبي ماشي. احنا عايزينه ايه، يبقى اسود خالص. في ايوه هو ده، تلعب في المود لحد ما تخليه كده اسود. تمام، دي طريقة. في طريقة تانية، ان انت تعمل سيلكت عليه، تختار اللون الاسود، تضغط الت وديليت. الت وديليت هيخليه كله اسود. تمام، بس احنا خلينا في المود ده حلو عشان يبقى تحس انه شبه شفاف. تمام، بس كده بننيمه. تمام، ونجيبه تحته عشان يبقى تحت رجله. زل يبقى عايزينه يبقى بالمشقلب شوية. تعمل فيرتيكال عشان يبقى كده اهو. تلعب الشكل بتاعه كده شوية، نظبط بينه وبين رجله بقى. كده عملنا الظل خلاص. تمام، ممكن تمده شوية على حسب الضوء بقى واتجاهه،
واللعب انت بقى تلعب براحتك. هو كده مناسب تمام. خش على الضوء. الضوء بقى هيبقى ايه؟ عبارة عن بنجيب الطول اللي هو ديت. الضوء ده اسهل حاجة تافه. هو بيبقى فيه ضوء طبعا بيبقى موجود دايما هنا، فاحنا عملنا لاير جديد خليها على شكل دايرة اهو. بنعمل لها فل بالابيض، بنملاها ابيض، نظبط مكانها. طبعا زي ما انت مش شايف ده مش منظر ضوء، عشان نخليها شبه الضوء شوية بنقلل الفيل بتاعه او الاوباسيتي، وممكن نلعب في المود بتاعها شوية. تمام. تعمل حاجة ايه؟ لا خلينا مود تاني شوية. ماشي ده حلو تمام. تيجي على الفلتر، في بلور، جوزن بلور دوت، بيعمل زي بلر كده في الحواف، تحس ان الضوء منتشر. يعني احنا ممكن نخليها نورمال ونقلل الاوبستي بتاعتها زي ما انت شايف كده اهو ضوء تمام. وبتنزل انت ضوء تاني، ممكن بالبين تول وممكن باي حاجه انت عايزها يعني براحتك. اي تول انت تحبها تعمل سولكت وخلاص. انا طبعا كالعاده بفضل البين تول على اي تول تانية الصراحه. بننزل ضوء من هنا كده كده في كده في كده، نحس انه يكون لافف على الراجل. تمام. تعمل في الباث ابيض تمام. تخليه هنا بقى سوفت لايت، بحيث انه يبقى اخد ضوء تمام. تيجي على كالعاده فلتر بلور، جزء بلور، زي ما انت شايف بيعمل حاجه اسمها فيذر. الفيذر ده بيخلي ايه الضوء منتشر، تحس ان في انتشار مش حاجه مسطحه. انت عمرك شفت ضوء مسطح؟ مينفعش تمام. بيبقى طبعا اي ضوء بيبقى ليه كورين، يعني جزئين، جزء داخلي وجزء خارجي. بناخد الجزء ده التاني نعمل له كوبي ونقلله سنه، ناخده لتحت كده تمام. نقلل الفيل بتاعه شويه. نيجي على طبعا لو في اضواء وفي كاميرا بيبقى في حاجه اسمها ريفليكشن لينس فلير. ده بيبقى انعكاس تمام على المكان بتاع اسمه ايه يا ربي، الضوء الظاهر بيبقى في العدسه بيعمل انعكاس. الانعكاس ده بيعمل تحليل الاضواء، ما علينا مش موضوعنا. تيجي على الفلتر، في حاجه اسمها ريندر لينس فلير. طب احنا عايزين ايه؟ انت لو جيت تعملها على البتاع دوت مش هينفع، لازم يكون جزء كامل علشان جزء يبقى كامل في صورة كاملة، مينفعش على حاجة. فاحنا هنعمل لاير جديد نخليه اسود تمام. بعد كده بتعمل فلتر ريندر لينس فلير تمام. بس اول حاجة استنى نسينا نعمل دي. هو طبعا اللي بيبقى مشغل الجي بي بتاعته هياخد وقت فترة شوية كده عقبال بس ما يجمع اول مرة. تمام زي ما انت شايف كده. بس احنا عايزين نعمل حاجة، نقلل البتاع ده شوية تمام. نيجي تاني ريندر لينس فلير. تمام بيبقى هنجيبه يعني في حدود هيبقى هنا كده، واحنا نبقى نظبطه بعدين. بتتحكم انت في الاضاءة، ممكن في البرايتنس زي ما انت شايف كده. طبعا اللي مش فاهم ده ايه، الشمس لما تيجي تخبط في العدسة بتاعت الكاميرات بتعمل حاجة اسمها اللينس فلير. ده الانعكاس، بتعمل تحليل للاضواء بتاعت الشمس. في فوتوشوب عملها لنا جاهزة تمام للناس اللي معاش كاميرات عالية. هي بيبقى موجودة في اي كاميرا بس بيبقى على حسب يعني الكاميرا. تختار اللي انت عايزه. انا عن نفسي هختار ده عشان كأنه انعكاس يعني بسيط كده تمام. ممكن ان احنا نستنى شوية
احنا عايزينه فوق شوية. ماشي مش مهم، المهم الفكرة توصل بس. زي ما انت شايف اهو، تخليه الاد او السكرين. طبعا احنا ممكن ناخد سكرين يبقى احلى شوية. تمام زي ما انت شايف اهو، ده الانعكاس بتاع الضوء بتاع بتاع ده. ممكن تتحكم في الحجم، ممكن تعمل اللي انت عايزه. زي ما انت شايف ده درس مبسط جدا. الدمج الفكرة كلها انك بتجيب الافكار ومش تجيب صورة جاهزة وتعمل عليها، لا انت بتجيب كل حاجة لوحدها وبتعملها، عشان الناس تفتكرش ان الدمج ايه اي كلام. الدمج ده بيبقى فن يعتبر، دمج الصور. وانا بس وريت لكم فكرة مبسطة مش اكتر، واتمنى يكون الدرس ده عجبكم، واتمنى اكون فدتكم في حاجة. متنسوش اللايك والسبسكرايب بقى والكلام ده. وشكرا، كان معاكم محمد شوقي. بس كده خلاص.